بالفيديو تصريح خطير يهز العالم من أشرف حكيمي بعد اتهامه باغتصاب شابة فرنسية وطلاقه من زوجته، ويكشف لأول مرة عن مفاجأة ستهز المغاربة. شاهد بالفيديو ماذا قال. ولكن إذا كنت مسلم وتتفق بأن أشرف حكيمي ضحية مؤامرة فاضغط إعجاب للفيديو وعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. يواجه نجم المنتخب المغربي لكرة القدم أشرف حكيمي تحقيقا في فرنسا بقضية اغتصاب بعد أن اتهمته شابة فرنسية تبلغ من العمر 24 عاما بهتك عرضها في بيته. وبعد هذه الواقعة أكدت مصادر مؤكدة بأن زوجة حكيمي بدأت بتحضير إجراءات الطلاق وستنفصل على أشرف حكيمي خلال الساعات المقبلة. ومن المتوقع أن يواجه حكيمي عقوبة قد تصل إلى 20 عاما خلف القضبان إذا تم إثبات التهمة في حقه. وبعد هذه الأحداث الأليمة خرج نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي وأدلى بتصريحات للإذاعة المغربية وقال: ما الذي تريده منا فرنسا؟ يبدو أنهم يريدون إسقاطي أنا كذلك بعد نجاحهم في إسقاط النجم سعد المجرد، وأنا متأكد أن هناك مؤامرة ضدي لأنني قررت الوقوف بجانب سعد المجرد ومساندته في محنته، وقررت توكيل محامي للدفاع عنه لأنني أؤمن ببراءته، ولكنهم لن ينجحوا في إسقاطي، وسعد المجرد بدوره ستظهر براءته، فالله لا يرضى الظلم. إنهم يريدون التسبب في انهيار زواجي ودمار عائلتي، وأنا أقسم أنني لم أغتصب أي أحد ولم أفعل أي شيء مما يتهمونني به، ولقد زادت ثقتي في براءة سعد المجرد بعدما حصل معي، ولن أتنازل عن حقي وحق سعد المجرد، وهذه المؤامرة قريبا ستفتضح. ثم انصرف الحكيمي غاضب. وفي النهاية إذا كنت تتفق مع كلام حكيمي فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.